احنا اتكلمنا عن حماية البشرة، ما ينفعش ابقى اروح اعمل جهاز قيم زي او فاليو زي المورفيوس وانا اصلا سيدة مش بهتم بالفوتو بروتكشن بتاعي، ان انا ان انا بحط واقي شمس. صح، سان بلوك كتير اوكي، مهم. واحدة عندها انيميا، واحدة ما بتشربش ميه كتير، وبعد كده تقول انا راح اعمل مورفيوس او ايفن فراكشنال، مش يعني ما تتوقعيش ان النتيجة تكون هتبقى حلوة. نتيجة effective. طبعا بعد جلسة زي جلسات المورفيوس شوية نتجنب شوية في أول يوم بالذات الشمس، لو الجلسة كانت تقيلة شوية وفيها هايبريميا أو إن هو في نوع من الريدنس في السكن، نتجنب شوية أشعة الشمس المباشرة خصوصا في أيام الصيف. تمام. الالتزام بالكريمات والاستراتيجي اللي الدكتور بيحطها للمريضة ده مهم جدا جدا جدا. فالالتزام بعدد الجلسات، ما ينفعش في المورفيوس اعمل جلسه واقول مش هكمل بقيه الجلسات، لازم اكمل بقيه الجلسات عشان اخد الماكسيمم بنفيت. ولو هعمل سيشن تانية أو سيشن بعد كده بعد سنه سنه ونص، لازم في خلال السنه دي افضل مهتمه بالبشره بتاعتي، علشان هو دايما الاهتمام بالبشره انا بسميه سواء بجهاز او بحقنه او بجلسه او هو تاثير تراكمي. يعني صح. كل انت بتحسني وبنينا النهارده وعملنا، السنه الجايه ممكن نقلل اللي استخدمناه لان احنا حافظنا على اللي وصلنا له شويه. هو تاثير cumulative اكسبيرينس احنا كأنه اكتر من بنشتغل على طبقات، أو عم نحسن بالظبط. الطبقات فعليا، فإذا البيسك صح حنمشي في طريق صح. وانت بتحافظي على النتيجه اللي انت وصلت لها، ما اهملتيش فيها، فان شاء الله تقدري ان انت، لان في جزء من كبير من الاجراءات دي معتمد على رد فعل الجسم او البشره بتاعتك للاجراء، والافتر كير بتاعها اللي بيكون في البيت عندك.